إنهاء رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة لمهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأيضا تعيين السيد أحمد يحيى رئيس الديوان خلفا للوزير الأول المقال عبد المجيد تبون. هذا القرار الذي ورد في بيان لرئاسة الجمهورية جاء مباشرة بعد عودة الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون من عطلته الاستجمامية التي قضى معظمها في فرنسا وما بقي منها بين تركيا ومولدافيا، مرفوقا برجلي أعمال أحدهما متابع في قضايا فساد وهو برلماني سابق. وكذلك تأتي هذه إقالة الوزير الأول عبد المجيد تبون على خلفية اللقاء الذي عقده السيد تبون في فرنسا وهو في عطلته مع الوزير الأول الفرنسي، لقاء ناقش قضايا وملفات مشتركة بين البلدين، رغم أن هذا الموضوع يعني سياسيا ودبلوماسيا مرفوض على اعتباره سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. وكذلك يأتي بعد قرارات اتخذها الوزير الأول عبد المجيد تبون في إطار ما سماه بالحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار الاقتصاد الوطني، بإقراره جملة من القرارات تتعلق بتجميد استيراد كثير من السلع وتجميد هذه السلع رغم أنها لم ترد بعد في قائمة المواد، وهو الأمر الذي استنكره السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وفي قرار وفي خطاب وجهه الوزير الأول مؤخرا، وعاتبه وأحاله على النصوص القانونية قبل اتخاذ أي قرار. ولكن الموجة التي أثارتها هذه القرارات من الغضب والسخط، خاصة بعد التشهير حملة التشهير بوجود خلاف بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل، هو الذي عجل برحيل السيد الوزير الأول المقال السيد عبد المجيد تبون كما سبق ذكره.